رسالتي في الفيديو ده مهمة جدا لكل مربي طيور ولكل غاوي حمام عنده حمام وبيراعي ربنا طبعا في الحمام اللي عنده. نصيحتي ليك ما تفرحش بالفرد الحمام الغريب اللي ينزل مع الحمام بتاعك. ما تفرحش لفرد الحمام الغريب اللي بينزل على الغية بتاعتك وتمسكه. فرد الحمام ده هو اولا انت هتمسك فرد الحمام مش هتسيبه، اولا حرام عليك لان ده حاجة مش بتاعتك وفي نفس الوقت لها صاحب فمش من حقك انك تمسكها. تمام. تاني حاجة الفرد الحمام اللي جاي ده هو ممكن حمامك تبقى صحته حلوة ومنظف الحمام مفيش فيه طبعا ولا دبان حمام ولا فاش ولا سوس ولا الكلام ده كله ولا امراض ولا الكلام ده كله، فطبعا يجي فرد غريب عندك في قلب الغية. فانا رسالتي ليك بقول لك في الفيديو ده حاول بقدر الامكان اي حمامة غريبة تنزل عندك على ظهر الغية طيرها. ما تضربش الحمام وتمسكه وتقول الحمام ده انا اولى بيه، لا ده انا هبيعه همشي نفسي علشان اجيب علف واجيب كلفة واصرف على الحمام والكلام ده كله. ما تفرحش بالكلام ده كله لان الكلام ده هتدفع ضريبته غالية قوي قوي قوي. وركز على كلمة قوي قوي ديت 3 مرات كده. تمام. انا طالع دلوقتي في الغية بتاعتي بس طبعا حبيت ان انا اقول لك على الحاجة ديت لان في فرد حمام غريب نزل على ظهر الغية عندي دلوقتي. انا لو فتحت التراب هو طبعا نازل علشان الحمام بتاعي دوت اللي انا حاطه هنا في الكشافه بحط له علف تمام الكلفه والكلام ده كله. لو انا فتحت التراب اللي فوق دوت خليك معايا كده هوري لك برده كل حاجه على الطبيعه. لو انا فتحت التراب ده تمام، لو انا فتحته كده حاول برده ان انا اوري لك على الطبيعه. لو انا فتحت التراب ده كده زي ما انتم شايفين كده، لو انا فتحته الفرد الحمام هينزل ولو نزل مش هيعرف يطلع. طبعا انا في الحاله دي يبقى الفرد الحمام ده بتاعي؟ لا مش بتاعي ولا يلزمني وفي غنى عنه اساسا. فرد الحمام اللي واقف بره قسما بالله يعني مورمه، يعني ايه مورمه، وفرد حمام يعني ما تاخذيش في الكلمه يعني في مرض الدنيا كله. فاحنا ندخله عندنا غيتنا ليه ونتعب نفسنا وما يلزمناش يروح لاصحابه اصحابه اولى بيه، اللي عايز يمسكه. فرسالتي ليك في الحلقه ديت والفيديو دوت البسيط المتواضع دوت لكل غواة الحمام ومربيين الحمام طبعا وعشاق الحمام بصفه عامه، اي نوع حمام انت بتربيه ما تاخدش حاجه مش بتاعتك. الطير الغريب دوت يروح لصاحبه بنقصه خالص. تمام. لانه حامل للمرض. واهو يعني انا فاتح على الحمام في الغيه الثانيه اهوت، فاتح على الحمام هناك اهو. تمام. وهو طار نزل على ظهر هنا، على الظهر عندي فوق هنا كده على الصاج، انا طيرته. شكله يعني يغنى عنه بصراحه، فاحنا في غنى عن الكلام ده كله، ولا يلزمنا حمامه غريبه ولا يلزمنا حاجه مش بتاعتنا. هيجيب امراض، هيجيب وباء لقلب الغيه. طبعا انت بتنظف وبتطهر وبتعلف ومظبط الحمامتين اللي عندك ولا فيهم سوس ولا ريش ولا فاش ولا الكلام ده كله ولا امراض. فطبعا طير زي دوت هيجي يحط عندك هيجيب وباء عندك في قلب المكان. احنا في غنى عن الكلام ده كله. يا ريت رسالتي تكون وصلت لكل غواة الحمام وكل مربيين الطيور في كل مكان في العالم سواء جوه مصر او بره مصر. تحياتنا للجميع وبنقول لكم مساء الفل مساء الجمال على اخواتنا وحبايبنا في كل مكان وعشاق الحمام الزاجل الاصيل، وتحياتنا لكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لنا اللايك طبعا بيرفع لنا الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. وتحياتنا للجميع ودعواتكم لنا بالبركه والتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.